صباح الخير، اخوكم معايا النهارده بلوجة حلو. هنروح النهارده عندنا حاجات كتير قوي هنعملها ورايحين بلد تانية وهعمل كذا حاجة. فاخوكم معايا ورايحين المسجد يا جماعة. النهارده السبت، بحاول انتظم كل سبت اروح المسجد بما اننا يعني في غربة وكده، علشان خاطر نحاول نفضل قريبين من ربنا دايما. فاخوكم معايا في كذا حاجة النهارده، بس انا دلوقتي رايحة اجيب جراب وسكرينة واعمل حوالي زي شوبينج كده في مول عندنا هنا. هاخدكم معايا خطوة خطوة النهاردة. متنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب وتسيبوا لي كومنت عال. يلا بينا. That's my outfit يا جماعة. مش عارفة انا رايحة على المسجد لسه هغير ولا لا، وانا يعني عامة مسافرة رايحة على البلد التانية هغير ولا لا، بس that's my outfit for today يعني. يلا بينا هنروح بقى دلوقتي نشوف الاتوبيس، عشان انتوا زي ما عارفين احنا بنتحرك هنا دايما بالاتوبيسات. وباخدكم معايا المول. يا رب الاقي جرافات وسكرينات حلوه هنا للتليفون. هنا كنت بوريكم المنظر عامه تحفه قوي. الناس اللي قدامنا دول زارعين ورد حلو قوي. وبعدين اخدنا الباص يا جماعه، انتوا عارفين كل حاجه عندنا هنا بالاتوبيسات، ونزلنا الشنترو بتاع البلد عشان بنغير اتوبيس تاني عشان نروح المول اللي احنا هنروح. رحنا شنترو يا جماعه، وتقريبا في شوبير النهارده، فاغلب الاتوبيسات مش موجوده، فمش عارفين نعمل ايه. يا هنروح ماشي يا اما مش عارفين هنعمل ايه الصراحه. مش عارفه ايه الفقر ده. Let's go. وصلنا يا جماعه المول. وصلنا المول، وزي ما قلت لكم انا كنت رايحه عشان خاطر ادور على جراب يا جماعه. دخلنا محلات كتير قوي ودورنا كتير قوي يا جماعه، لقينا كل الانواع متخيلين، بس ما لقناش النوع اللي انا عاوزاه. فاهمين؟ زي ما بقول لكم بقى، دايما الدنيا عكس ما احنا عاوزين. لقينا كل حاجه بس ما لقناش اللي احنا عايزينه. بس الحمد لله لقيت سكرينه، جبت سكرينه ودورت في محل تاني على جرابات تانية بس ما لقيتش. جبنا السكرينه يا جماعه وقاعدين مستنيين الاتوبيس اللي جاي. احنا على فكره كنا هنيجي متاخر عن كده. احنا الحمد لله احنا جينا بدري، لان احنا اصلا المفروض شويه وهطلع عشان اروح الجامع. متحمسه قوي اروح للجامع يا جماعه. المره اللي فاتت حصل قصه حلوه كده في الجامع، وفكروني هحكيها لكم. بس احنا دلوقتي مستنيين الاتوبيس، فالاتوبيس يجي بس وارجع لكم. بعد كده يا جماعه رحت اشتريت راس شاحن ورحت المكتبه. كنت محتاجه اجيب كتاب لاختي ايه، لانها بتزن عليا بقالها اسبوعين يا عيني، وانا والله ما كانش عندي وقت خالص، فما كنتش بروح، وكنت كل ما بروح الاقيها قافله. فقلت يلا معلش المره دي نروح نجيب لها كتاب حل، لان الكتاب ده عن سكالا ميديا يعني اعداديه، وهي في الاعدادي فقلنا ينفعها. خلصنا مشوار الصبح بتاع التليفون. دلوقتي بقى رايحين البلد التانية. مش عارفه ممكن نعمل جيرو الاول بعد كده نروح الجامع، فهنشوف. اقعد كده شويه في الليله، اريح كده شويه ريلاكس، لان دلوقتي لسه شويه كده على لما نروح الجامع المفروض نروح الساعه 2:30 الساعه 3، وهي الساعه دلوقتي 2 وشويه. فهقعد كده شويه حلوين في الجنينه دي كبيره قوي حلوه، بحب اقعد فيها كده برضو. فهنقعد هنا شويه وبعد كده هاخدكم ونطلع على المسجد. ممكن نروح ناكل برضو يعني. مش عارفه بالظبط، عايزين نعمل جيرو، عايزين نشوف شكل. مثلا عايزه اشوف فكره، اجرب هدوم، اشوف هلبس ايه في العيد، عشان لحد الان مش عارفه. فخليكم معايا يعني، هنشوف هنعمل ايه. المهم هقعد هنا شويه. هنا كنا رحنا المسجد يا جماعة. هو مسجد على قده في مكان البلد اللي احنا موجودين فيها. مبسوطة جدا 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 ان في مسجد او حاجة عامة عندنا في بلد اوروبا. ما اوصفلكوش عن كمية الراحة والفرحة اللي كنت فيها. اول حاجة كنت صليت الظهر وقعدت اسبح شوية واذكر ربنا وكده، وكنت مبسوطة بالقعدة قوي الصراحة. وكان في كمية راحة جوايا مش طبيعية والله العظيم يا جماعة. لو مهما اوصف لكم مش هقدر اوصف لكم الراحة اللي كانت جوايا. وبعد كده نزلت انا وصاحبتي، قلنا نعمل جيرو كده في البلد وكده. كان معاها العربيه، فخدنا العربيه ونزلنا عملنا
بصوا يا جماعة بنعمل دلوقتي جيرو. رحنا نشوف رحنا ندور على هدوم وملابس وكده، بس معرفتش اصور للأسف. طالعين من الجامع بقالنا شوية، فهشوف هنعمل ايه تاني بقى دلوقتي وهرجع لكم. اول حاجه عملنا جيرو حلو كده في البلد، وبعد كده رحنا ناكل يا جماعه عشان كنا بصوا حرفيا هنموت من الجوع. وما اوصفلكوش المحل ده قد ايه الطعم وقد ايه الشاورما بتاعته، هي شاورما تركي تحفه اقسم بالله. حرفيا تاكل السندوتش هناك هتحس ان انت في حلم، والله العظيم حرفيا كان جميل مش افوره، بس هو تحفه فعلا. وبعد كده رجعنا عملنا لفه تاني، ما اوصفلكوش المكان ده بحبه قد ايه. ونزلنا قعدنا في الجنينه شويه، وهنا محل جيلاتي وكده. يعني البلد تحفه حرفيا، والاجواء كانت حلوه وتمام وتحفه. هاي يا جماعه، احنا دلوقتي كنت شفت واحده صاحبتي واتفسحنا شويه وخرجنا شويه وكلنا ولفينا. معرفتش اخد راحتي في التصوير قوي، مصورتش كتير، بس دلوقتي مروحين البيت. احطها هنا يمتع. ايه عليك؟ هو ايه ده؟ ماشي شكرا، معلش ما سمعتك. انتي حزام يا قلبي. حاضر. دي عشان مش فاهمه حاجه، هو انتي فاتحه يوتيوب على سفاري؟ اه خلاص يا حبيبتي خلاص، مش هنموت، ده احنا ماشيين على 10. هي بتقولك ايه؟ بتقولي حطوا الحزام. عشان هاي بيشاورلك في كمان اللي معدي وعايز هو كمان يعدي. بجاحة. يلا عشان ارضي ضميري وخلاص. انت عارفه بجد انت اول مره تعرفي حد عنده عربيه هنا؟ حد عنده عربيه هنا؟ لا بس لا صاحبتك يعني. طب حلو. حلو. هو انت مين؟ خدود البندور حبيت. هاي، دلوقتي رجعت للبيت. اليوم كان حلو قوي، تعرفت على ناس جديدة وحاولت اناسب نفسي كده بناس حلوة، وقضيت وقت كبير في المسجد. صليت وقرأت قرآن هناك. ما صورتش كتير قوي، بس قضيت يوم حلو، كان يوم جميل. اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.